ست ضحت بعمرها لرعاية جوزها المريض، بس غلطة واحدة غيرت كل حاجة. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ في أفغانستان لما ست اسمها ليلى كانت بتعتني بجوزها المريض، واللي تعرض لإصابة خطيرة في رقبته أثناء الحرب، وبتكون قاعدة في البيت طول اليوم لرعايته بس بسبب حالته الصعبة جدا. وكل يوم كانت بتدعيله في الصلاة بتاعتها على أمل إن الله يعمل معاه معجزة ويخف. وبنعرف إن جوز ليلى مش مصاب بالشلل، ولكنه مش بيقدر يتكلم أو يتحرك من مكانه، وللأسف مفيش أي تشخيص طبي واضح لحالته. ومع إن طبيب القرية قال لليلى إن ممكن يكون جوزها داخل في غيبوبة وهيفوق منها بعد أسبوعين من الحادث، إلا إن مر عليها شهر كامل لحد دلوقتي وجوزها مفاقش من الغيبوبة، وحالته بتكون لسه صعبة زي ما هي. وليلى بتكون مخلفة بنتين، واحدة عندها 5 سنين والتانية 3، ولأنهم لسه صغيرين مش بيقدروا يقدموا أي مساعدة لأمهم. وفي ليلة من الليالي بنات ليلى قالوا لها إنهم جعانين، وبعد ما ليلى فضلت تدور لهم على أكل في البيت وما لقيتش، ما كانش قدامها حل غير إنها تنيم بناتها وهم جعانين. وتاني يوم لما ليلى بتروح للصيدلية علشان تجيب المصل لجوزها، الدكتور بيرفض يديلها الدواء غير لما تسدد الفواتير اللي عليها الأول. ولأن ليلى مش معاها فلوس بتاخد بعضها وتمشي. ولما بترجع للبيت وبتلاحظ إن المصل كله خلص، بتستبدله بخليط من السكر والمية وبتديه لجوزها. وبما إنها معهاش أي فلوس بتقرر إنها تروح لخالتها علشان تطلب منها المساعدة. ولكن لما بتوصل لبيتها بتعرف من جيرانها إن خالتها مش موجودة لأنها عزلت من البيت من فترة كبيرة. فليلى بيجيلها إحباط وبترجع تلوم على جوزها وبتقوله إن ما كانش في حاجة هتحصل له لو كان قاعد في البيت يوم الحادث، وإنها عارفة إنه ما تعرضش للإصابة دي أثناء الحرب. ولكن الراجل اللي دخل في خناقة معاه لأنه غلط في أمه هو السبب في الإصابة دي، وخلى حالته تبقى صعبة بالشكل ده. وبتحكي له عن مدى حزنها تجاه إخواته وأمه بسبب تخليهم عنه في الظروف دي، مع إن اللي حصل ده كان بسببهم. وتاني يوم وأثناء ما ليلى كانت بره البيت، بناتها بيدخلوا لأوضة أبوهم وبيبدأوا يلعبوا بالمصل اللي متوصل بجسمه. فالراجل حالته بتتدهور وبيظهر عليه التعب الشديد. ولكن لحسن الحظ ليلى وصلت في الوقت المناسب ورجعت المصل لجسم جوزها مرة تانية. وبعد شوية في غارات جوية من العدو بتبدأ تقصف المدينة، فليلى بتاخد بناتها وبتروح تستخبى بسرعة داخل الملجأ مع جيرانها، وبيفضلوا موجودين هناك لمدة يوم كامل لحد ما الأوضاع بتهدى. وبعد ما ليلى بتاخد بناتها وبترجع للبيت بتفرح جدا لما بتلاقي جوزها لسه سليم وما تعرضش لأي ضرر. ولكن في اللحظة دي القصف بيبدأ يشتغل مرة تانية، فليلى بتاخد بناتها وبترجع تستخبى داخل الملجأ. والمرة دي جنود العدو اقتحموا بيت ليلى، ولما لقيوا جوزها مريض ومش بيتحرك مرضيوش يأذوه، ولكنهم أخدوا الخاتم اللي كان لابسه. وبعد ما قلبوا البيت أخدوا بعضهم ومشيوا. ولما ليلى رجعت للبيت ولاحظت إن كل الحاجات اللي فيه اتسرقت وإن كمان خاتم جوزها مش موجود، انهارت تماما. وانهارت أكتر لما بصت بره البيت وشافت مشهد مرعب لاتنين رجالة من جيرانها وطفلة صغيرة وهم متصفيين بطريقة وحشية. فليلى خافت ورجعت للبيت بسرعة، ولأنها ما كانتش قادرة تعيش في الظروف دي أخدت بناتها وراحت لبيت خالتها القديم مرة تانية، وطلبت من جيرانها إنها تديلها عنوان سكنها الجديد. وبعد ما أخدت العنوان وراحت لهناك خالتها رحبت بيها ووافقت إنها تقعد معاها. ولما ليلى بدأت تحكي لها عن كل اللي حصل لها، خالتها قالت لها إن هي كمان مرت بظروف صعبة جدا لدرجة إنها اضطرت تنهي حياة جوز أمها علشان تحمي إخواتها منه لأنه كان راجل مش كويس. وهي دلوقتي عايشة لوحدها في سلام بعيد عن المجتمع. ولكن في الوقت ده ليلى بتحس بالذنب لأنها سابت جوزها لوحده وهو في الحالة دي، وعلشان كده قررت إنها ترجع للبيت بتاعها مرة تانية. وبتدرك إنها ما ينفعش تتخلى عن جوزها أبدا حتى لو كان عاجز. وبعدها بتروح تقعد جنب منه وبتطلع كل الكلام المكبوت جواها وبتقوله إن على الرغم إنهم متجوزين من 10 سنين إلا إن عمرها ما حست بالسعادة معاه ولو يوم واحد. حتى يوم جوازها منه ما كانش موجود جنبها لأن وقتها كان في الحرب، واضطرت إنها تقعد جنب صورته يوم الفرح وتستناه لحد ما يخلص الحرب.
وليلى بتستمر في تذكره إزاي قضت أول 3 سنين من جوازها في غيابه المستمر، وإزاي كانت بتعاني من سوء معاملة أسرته أثناء غيابه، وكمان بتحكيله عن مأساة طفولتها وإزاي أبوها كان بيحب طيور السمان أكتر من حبه لأولاده، وكان دايما بيراهن على معارك طيور السمان. وفي يوم لما خسر الرهان، صاحب المكسب اللي عنده 40 سنة طلب منه إنه ياخد بنته اللي عندها 12 سنة، وبالفعل أبوها وافق. ولأن ليلى كانت خايفة إن هي اللي يكون عليها الدور المرة اللي جاية، راحت خرجت كل طيور السمان من القفص بتاعهم وجابت قطة أكلتهم كلهم. وأثناء ما ليلى كانت بتشارك الذكريات المؤلمة دي مع جوزها، بتدرك إن الراجل ده عمره ما حس بيها، وهي كمان عمرها ما حست إن هو زوج حقيقي ليها. وفي لحظة ضعف بتشيل المصل من جسم جوزها وبتاخد بعضها وتمشي من البيت. وبعد ما ليلى بترجع لخالتها وبتحكي لها عن الحاجات اللي قالتها لجوزها، ساعتها خالتها بتعرفها إن جوزها ده هو حجر صبرها، وإنها لما حكت له عن اللي جواها هي بكده رمت كل ألمها وأحزانها عليه. وساعتها ليلى بتفهم هي ليه حست بالراحة بعد ما حكت لجوزها، فبتجري على بيتها بسرعة وبترجع المصل لجسم جوزها مرة تانية، وبعدها بتغسل جسمه وهو في مكانه وبتديله قبلة على جبهته. وبتمر الأيام وليلى بتفضل تحكي مع جوزها كل يوم، وبقيت تتكلم معاه بلطف وبدون غضب، لأنها اقتنعت إن الكلام معاه بيكون علاج ليها بخروج الكبت اللي موجود جواها. وفي الوقت ده بيكون في حالة حرب في البلاد، وجنود العدو بيهجموا على المدينة اللي ساكنة فيها ليلى مرة تانية. ولأن ليلى كانت خايفة على حياة جوزها، بتروح تخبيه في مكان سري داخل البيت، وبعدها بيظهر مجموعة من جنود العدو وبيهجموا على بيت ليلى، وهم بيسألوها هي مين ومين ساكن معاها وهل متجوزة ولا لأ. ولأن ليلى كانت عايزة تحمي حياة جوزها، بتكذب عليهم وبتقول لهم إنها أرملة وعايشة لوحدها، وبتعرفهم إن البيت ده هو مكان شغلها. وساعتها الجنود بيعتقدوا إنها شغالة في الشمال، وقائد الجنود بيفضل يبصلها بقرف ولكنه مش بيرضى يأذيها، وبياخد جنوده وبيمشي من البيت. وتاني يوم ليلى بتصحى على أصوات خطوات جاية من بره، وبسبب خوفها أحسن يكونوا الجنود بتروح تخبي جوزها في المكان السري مرة تانية. وبعدها بتلاحظ إن اللي داخل عليها هو جندي شاب كان مع مجموعة الجنود اللي هجموا عليها في الليلة اللي فاتت، ولكن المرة دي بيكون جاي لوحده وبيفضل يقرب من ليلى من غير ما يتكلم. وبعد ما بيرملها شوية فلوس على الأرض بيحاول يفرض سيطرته عليها بالقوة، ولأنها وحيدة وعاجزة عن المقاومة بتضطر إنها تستسلم للأمر الواقع وبتخضع لطلباته علشان تحمي حياتها وأسرتها. وبعد ما بينتهي الموقف الصعب ده، الجندي بياخد بعضه ويمشي من البيت، وليلى بتدخل الحمام وبتغسل وشها وهي في حالة صدمة. وبعد ما بتخرج بتروح تلم الفلوس اللي سابها الجندي، وبتروح تشتري بيها مصل لجوزها المريض وأكل لأطفالها البنات. وتاني يوم الجندي الشاب بيروح لليلى في البيت مرة تانية وبيديلها فلوس أكتر المرة دي علشان يستغل احتياجها. ووقتها ليلى بتضطر إنها تخضع لطلباته مرة تانية علشان تنقذ أسرتها. وبعد ما الجندي بيمشي، ليلى بتروح تقعد جنب جوزها وبتحكي له عن اللي حصل معاها هي والجندي، وبتكون معتقدة إن جوزها فاقد للوعي وبالتالي مش هيقدر يسمعها ولا يرد عليها، وبتفضل تتكلم معاه بحرية لدرجة إنها بتقوله إن الجندي الشاب بيملى الفراغ والاحتياج اللي كان ناقصها، وإن وجوده في حياتها دلوقتي بقى مهم جدا ويمكن بقى سند ليها أكتر من جوزها نفسه لما كان سليم. ولكن وأثناء ما ليلى كانت بتتكلم بتدرك خطورة كلامها وبتحس بالعار والذنب بسبب اللي عملته، وعلشان كده بتروح تصلي وبتفضل تترجى الله إنه يسامحها ويغفر لها ذنبها. وتاني يوم لما ليلى كانت خارجة من البيت، بتلاحظ إن باب بيتهم اللي كان مكسور اتصلح وبقي كأنه جديد، وساعتها أول حد بيجي في بال ليلى هو الجندي الشاب، وبتكون متأكدة إن هو اللي صلح الباب. وبعد فترة الجندي الشاب بيروح لبيت ليلى مرة تالتة، بس المرة دي ما كانش جاي علشان يكرر اللي حصل ما بينهم قبل كده، ولكنه بيخلع الملابس بتاعته وبيوريها حروق طفي السجاير اللي موجود في جسمه، وكمان طلقات الرصاص اللي موجودة في جسمه برضه. وساعتها بنعرف إن الجندي الشاب ده اتعرض للتعذيب وحاجات فظيعة تانية أثناء ما كان بيتدرب في الأكاديمية العسكرية. فليلى اتأثرت جدا بقصة الجندي وراحت زارت خالتها وحكت لها عن سرها مع الجندي الشاب وعن قصة حياته المأساوية.
وبتقول لها إنها حاسة إن الجندي ده شبهها في حاجات كتير، وإنه اتعرض للظلم في حياته زيها. ولما ليلى بترجع للبيت بتلاقي كيس مليان بالفواكه والأكل، وجنب منه هدية عبارة عن سلسلة دهب الجندي الشاب جابها لها. فليلى بتفرح جدا لأن دي أول مرة من سنين طويلة تحس إنها ست بجد، وكمان أول مرة تحس إن في حد بيحبها وبيهتم بيها. وبعدها ليلى بتروح تقعد جنب جوزها وبتعترف له إنه كان عقيم ومش بيخلف، وإن بناتها الاتنين هما في الحقيقة مش بناته هو، وإنها خلفتهم من راجل تاني. وساعتها بتحصل حاجة غريبة، لأول مرة بنشوف جوز ليلى وهو بيتفاعل، لأن كلام مراته أشعل النار جواه، وجسمه بدأ يتحرك وكأنه فاق من الغيبوبة اللي كان فيها. وأخيرا بيروح يهجم على مراته وبيحاول ينهي وجودها، وبيحصل صراع شديد ما بينهم. وفي لحظة غضب ليلى بتمسك آلة حادة كانت جنبها وبتنهي حياة جوزها تماما علشان تنهي قصة العذاب اللي عاشتها معاه للأبد. وفي اللحظة دي بيجي الجندي الشاب وبيشوفهم وهم في المنظر الصعب ده. والسؤال في النهاية، هل ليلى مجرمة ولا ضحية؟ وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.